صباح الفل على حضراتكم. هدية الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي لجماهير النادي الأهلي قبل لقاء الإسماعيلي غدا، وهجوم مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على إمام عاشور لاعب الفريق السابق. ده اللي هنتكلم فيه في الفيديو ده. أولا، هدية مجلس إدارة النادي الأهلي للجماهير قبل لقاء الإسماعيلي. قرر مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة الكابتن محمود الخطيب توفير اتوبيسات يا جماعه لنقل جماهير النادي الاهلي من امام النادي الاهلي غدا الاربعاء. الاتوبيسات هتتحرك الساعه 12 تتجه الى الاسكندريه لمؤازره الجماهير للنادي الاهلي في مباراته امام الاسماعيلي غدا. طبعا كلنا عارفين اهميه المباراه بالنسبه للنادي الاهلي وبالنسبه للاسماعيلي. المباراه يا جماعه هتكون مباراه قويه جدا. المباراه التوقعات بتقول انها هتكون مباراه شرسه من الفرقتين. الاسماعيلي عاوز على الاقل يطلع بنقطه من المباراه، ما يخسرش باي شكل من الاشكال، والاهلي عاوز يفوز عشان يحسم الدوري خلال الثلاث مباريات القادمه اللي هي هتكون اخرهم مباراه الزمالك. الاهلي عاوز يخلص الدوري في مباراه الزمالك القادمه، وعشان ده يحصل لازم يفوز على الاسماعيلي ثم يفوز المباراه اللي بعدها ثم يفوز على الزمالك ليحسم الدوري بشكل كامل. طبعا المباراه بالنسبه للاسماعيلي حياه او موت. الاسماعيلي عاوز على الاقل 3 نقط او نقطتين عشان يبقى في الدوري الممتاز بشكل كامل. عنده 3 مباريات انما ما فيش حاجه مضمونه، خاصه ان المباراه اللي بعد مباراه الاهلي هتكون قدام الداخليه. من المنتظر حضور جماهيري كبير للمباراه من الطرفين، من النادي الاهلي ومن الاسماعيلي. هنشوفوا ايه اللي هيحصل بكره. اما بالنسبه للنادي الزمالك، شن مرتضى منصور هجوم كبير على امام عاشور لاعب الفريق، وقال ان هو بيتهرب من الجلوس معاه او تحديد جلسه يقعدوا فيها عشان يخلصوا موضوعه وان هو يرجع الزمالك تاني. وقال ان حمل لاعب ابو مراته اتصل بيه وقال له انا هنجيب امام ونجولك نعملوا جلسه ونخلصوا الموضوع. وقال بعد كده حمى امام عاشور اتصل بيه تاني قال له امام جالي البيت وزعق لي وقال له مالكش دعوه بحياتي ومالكش دعوه، انا عارف مصلحتي فين بالظبط. يا جماعه امام عاشور بنسبه كبيره جدا هيكون في بيراميدز السنه الجايه. بيراميدز بيجهز فريق قوي جدا جدا. بيراميدز عنده طموحات كبيره السنه الجايه. بيراميدز عاوز ينافس بقى بقوه وياخد الدوري السنه الجايه، وعاوز كمان ياخد دوري ابطال افريقيا ويشارك في كاس العالم للانديه. بيراميدز بيعمل صفقات ولسه هيعمل صفقات كبيره جدا. بيراميدز هدفه كبير وطموحه كبير. بيراميدز السنه الجايه هيكون شكله مختلف تماما عن السنوات اللي فاتت، وهيكون منافس شرس على بطوله الدوري وبطوله دوري ابطال افريقيا. هنشوفوا ايه اللي هيحصل خلال الايام القادمه. رجاء من حضراتكم الاشتراك في قناتي وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. شكرا.